صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وصفة النهاردة جميلة جدا وسهلة علشان شم النسيم بقى والأعياد اللي داخلة علينا اللي بتحب المخبوزات. تعالوا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. معانا 2 كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات العادي خالص اللي بيجيبيه من عند العطار تماما، بس أهم حاجة تبقي واثقة في العطار اللي بيجيبي منه. نخلناه وحطينا لتر من المية من الحنفية عادي جدا، عليه معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الملح، ودوبناهم جوه المية. وهنبدأ ننزل بالمية بتاعتنا حبة حبة لحد ما العجين بتاعنا يلم معانا ويكون عجينة متماسكة شربت سوائلها. كمية السوائل هنا على حسب نوع الدقيق بتاعك. أنا قلتلك المقادير 2 كيلو دقيق ولتر من المية، لكن انت ممكن تحتاجي مية زيادة شوية أو أقل شوية على حسب نوع الدقيق اللي انت مستخدماه. ودي معلومة خليها عندك ثابتة في كل المعجنات والحلويات. بدأنا نلم عجينتنا وهنفضل نعجن فيها لحد ما تتلم تماما تماما. بعد ما العجينة تتلم وتشرب كل سوائلها وتبقى عجينة متماسكة، هنسيبها ترتاح في الطبق لمدة 10 دقايق وننزل بيها على الرخامة بتاعتنا. وهنا النور كان قطع، معلش على الإضاءة، بس كان لازم أكمل لكم الفيديو. ننزل بالعجينة بتاعتنا على الرخامة وطبق فيه شوية مية صغيرين. بتحطي ايدك في الطبق المية وتنزلي بالعجن، ترجعي تحطي ايدك في طبق المية وتنزلي بالعجن لحد ما تعجيني كويس جدا. اهم حاجة خدمة العجينة علشان تكون عرق معاكي وتبقى سهلة في الفرد واحنا بنفرد الفطير بتاعنا. هتفضلي تلتي وتعجيني كده لحد ما تكوني عجينة طرية لكن ما بتلزقش. عجينة طرية مش ناشفة، وإلا الفطير بتاعك يطلع ناشف وعامل زي العيش. فالعجينة لازم تكون طرية لكن ما بتلزقش عشان الفطير بتاعك يبقى طري وجميل. نص كوباية من السمنة، نص كوباية من الزيت، ربع كيلو من الزبدة حطيناهم في حلة غويطة زي ما انتم شايفين كده، وهنسيحهم على النار. هنبدأ بقى نجيب العجين بتاعنا ونكوره كويرات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وفي ناس بتقول عليها تقريص، يعني بتقرصي العجين، اللي أي مسمى تقدري تسميه. كورنا العجين بتاعنا 2 كيلو هيعمل في حدود 27 كورة. كل فطيرة هتتكون من 4 كورات وهيبقى لك 3، هتعملي 3 فطيرات مكونين من 5 كورات. نزلنا بالكوارات بتاعتنا في الزبدة والسمنة بعد ما سيحناهم، لكن بعد ما سيحناهم سيبناهم يهدوا خالص. يعني ما ينفعش احط العجين جوه السمنة بتاعتي وهي سخنة. انا سيحت الدهون بتاعتي وسبتها لما بردت وحطيت العجين. هنا كنت في البلكونة عشان اوريكم شكل العجين وجماله في النور، لان النور لسه ما كانش جه. هنا النور جه. كنت بقى سبت العجينة 2 ساعتين جوه السمنة والزبدة بتاعتها ترتاح وتشرب من السمنة والزبدة. مش عايزة اقولك ريحتها بتبقى عاملة ازاي. هتقوليلي انت كده مستخدمة كمية سمنة كتيرة قوي واحنا يعني الحاجات دي غالية دلوقتي. لا، انت هتستخدمي نفس الحاجات اللي انت هتدهنيها جوه الفطير. ما هو السمنة اللي انا نقعت فيها العجين تمام هي اللي انا هفضل ادهن فيها واورق العجين بتاعي. انا مش هستخدم سمنة تانية. فانت لو جيتي بصيتي هتلاقيكي استخدمتي كوباية نصها زيت ونصها سمنة وربع كيلو من الزبدة. وممكن تستغني عن كمية الزبدة وتبقى كوباية سمنة معاها نص كوباية من الزيت، زيت الذرة العادي النظيف طبعا. تمام، فهي نفس الكمية، لكن الفرق ان انت نقعتي فيها العجين بتاعك علشان يبقى ملبن معاكي وريحته تحفة وتقدري تفرديه بمنتهى السهولة وهيخليلك الفطير عالمي. هنا دي أفضل طريقة لفرد الفطير. أنا عندي فيديو تاني لطريقة الفطير المشلتت كنت عاملة فيها 5 طرق أعتقد لفرد الفطير المشلتت. دي أفضل طريقة يا جماعة عن تجربة، ماشي. وأنا كل اللي بيدوق من إيدي الفطير يعني بيقول عليه يعني تحفة. تمام، فيعني جربي الطريقة وصدقيني ثقة هتطلعي بأفضل نتيجة. تمام، كأنك كده هيسألوكي يقولولك انت جايباه منين، فجربيها تحفة.
هتفردي كده قطعة العجينة زي ما انت شايفة، وبعد ما تفرديها كويس وتتكي على الأطراف كويس جدا 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 عشان ما تبقاش سميكة، ودي نقطة مهمة في الفرد. تجيبي الزبدة والسمنة اللي احنا كنا دافنين فيها العجين، تدهني دهنة وتنزلي بالقطعة اللي انتي فردتيها قبليها، يبقى قطعة جوه قطعة جوه قطعة. انا هنا عاملة كل فتيراية واخدة 4 كرات، يعني كورة بتفرديها وتطبقيها مربع وتركنيها، تفردي التانية وتحطي التانية جواها زي ما انتوا شايفين كده. انا فردة فطرتين علشان تاخدي بالك من الطريقة بالظبط. فبنفرد بقى، وزي ما بقول لكم ما تنسوش طبعا الدهنه اللي في الوسط عشان دي اللي بتورق. ما تعتمديش على انك كنتي نقعاه في زبده فتقولي هو شارب من الزبده والسمنه، لا، لازم الدهنه دي علشان التوريقه. ولو حابه تكبري الفطيره يبقى انت ممكن تخلي مثلا كل فطيرايه مثلا مكونه من 7 كور، فكل ما تحطي كوره زياده كل ما فطيرتك تكبر اكتر. في الوقت دوت تولعي بقى فرنك الجميل على درجة حرارة متوسطة 180 كده 190، لو ما عندكيش درجات يبقى درجة متوسطة، وتسيبيه لما يسخن جدا جدا. عندك الفرن بتاعك بيولع من فوق ومن تحت يبقى جميل قوي. هتدخلي الشبكة في الوسط الصينية بتاعتك فيها الفطيرة وهتستوي تبقى زي الفل 10 دقايق وتطلع معاكي واخدة لون من فوق ومن تحت جميل. طب أنا عندي الشواية ما بتولعش مع تحت، خلاص يبقى أنا هسخن فرني جدا جدا جدا. طالما ما بيولعش من فوق ومن تحت يسخن جدا، تحطي الشبكة بتاعتك فوق الشعلة في الرف اللي فوق الشعلة، وتحطي الصينية بتاعتك فيها الفطيرة تاخد لون جميل من تحت وتقب. وبعد ما تاخد اللون الجميل من تحت وتقب هتولعي من فوق تاخد اللون الجميل من فوق، وبالهنا والشفا. وطول ما الفرن بيدور كل ما بتدخلي فطيرة بتلاقي الفطيرة اللي بعدها بتطلع أسرع. يعني الفطيرة ما بتاخدش فعليا في الفرن أكتر من 10 دقايق طالما الفرن بتاعك داير وسخن. هتبدأي كده تفردي زي ما انا شايفة كده، وما تقلقيش خالص لو في اي حتة اتقطعت، مفيش اي مشكلة، كل ده بيتدرى في التوريق جوه ما بيبانش تماما، فما تحسيش ان انت اخطأتي. يعني اهم حاجة تفردي كويس وتتكي على الاطراف وهي هتبقى زي الفل. لو وصلتي معايا لغاية هنا واستفدتي بأي معلومة ولو بسيطة، أتمنى منك تعملي لي لايك جميل كده وكومنت كده جميل زيك، واشتراك بإيدك الكريمة في القناة علشان يوصلك بإذن الله أي فيديو أنا بعمله. يا رب فيديوهاتي تعجبكم. ممكن تريحي بقى كل ما بتعملي فطيراية بتركنيها ترتاح على الرخامة، وطبعا الفطيرة اللي بتعمليها الأول تحطيها الأول في الصينية تبدأي بيها وتدخليها الفرن. وممكن تحطي كل الفطير بتاعك في صواني، لو حابة توفري مواعين زي حالاتي كده يبقى هترصيها على الرخامة وتحطي وتشيلي واحدة واحدة وتفرديها وتدخليها الفرن زي ما انتم شايفين كده. طالع تحفة تحفة تحفة. انا كنت بتمنى اللقطة دي، انا كنت مطلعها بالصوت، للأسف ما طلعتش بالصوت، كان مقرمش وتحفة، طري من جوه مقرمش هش. يعني بصوا يعني انا مش بنفسي اوصل لكم او ادوق كل واحدة فيكم طعم الفطير وجماله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، جربيه واعمليه في شم النسيم بقى مع البريوش الجميل مع الفسيخ وجماله. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم في وصفة جديدة.